اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جايلكم في فيديو جديد ويوم جديد، كل طاقة ايجابية، كل شغل في شغل. ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينول رضاكم. اهم حاجة بس يا ست الكل، استعيني بالله وصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك ويقويك على مهام يومك. تعالوا بقى كده، يلا يا حبايب قلبي نعمل كده اعادة ضبط للبيت. بصوا انا بسميه روتين الانقاذ السريع للبيت. تمام. عندي طبعا البيت كله انا عملته تنظيفات عميقه. بسم الله ما شاء الله، الحيطان نظيفه، تحت السرير نظيف، كل حاجه نظيفه. فانا هعمل ايه؟ اعاده ضبط بس للبيت. عايزين كده نظبط البيت ونخليه 100 فل و14 قبل يوم الخميس ويوم الجمعه. بحب بصراحه يوم الخميس ويوم الجمعه ما اضغطش نفسي فيهم كتير. ليه يا جيهان؟ باجي مثلًا يوم الخميس بيبقى عندنا السوق يا بنات زي ما أنتم عارفين. ممكن مثلًا أجيب حتة كرنب أعمل محشي، أنضّف فرخة، أنضّف بطة. أصلًا لمّا باروح السوق وباجي أنا باتعب من المشي، ما باحبش أصلًا أمشي كتير. تمام. فباروح السوق من الصبح بدري وآجي أرُص حاجتي في التلاجة وأشوي وأغسل المواعين، ومثلًا أسلق الكرنبة لو هاعمل محشي، أعمل تسبيكة، أحشي. أنا باحب بصراحة لمّا آجي أعمل محشي، أحشي قبلها بيوم. تمام. بيوفّر عليّا وبيريّحني كتير أوي بصراحة، لإن إحنا كمان بنتغدى بدري زي ما حضراتكم عارفين. فقُلت إيه، خلاص يوم الأربع بقى أمسك البيت كده أنضّفه، ولو مثلًا حمام عايز يتغسل، تلاجة عايز تتغسل عشان أجيب الحاجة أرُص فيها التسويقة بتاعتي على نضافة، بوتاجاز. فاهمين قصدي إيه؟ فيوم الخميس بيبقى إرهاق بالنسبة لي، ويوم الجمعة طبعًا بيبقى جوزي قاعد معانا ويبقى غدا، وبصراحة يوم الجمعة ما باحبش أعمل فيه حاجات كتير. على قد بس إن أنا أقوم أساوي السراير كده مكاننا ومكان الأولاد، وأولّع على الأكل، ومثلًا ممكن أمسح الحمام عزكم الله كده، وأكنس السلم قدّام الشقة وكده. إنما بقى أعمل شغل وأشيل فرش وأطوّق كده الأرضية وكده، لأ، ما باحبش كده بصراحة. فقُلت إيه، طبعًا أنا الفيديو ده يا بنات متصوّر النهارده الأربع وهينزل لكم النهارده الأربع بإذن الله. ربنا يا رب كده يعود عليكم الأيام بخير وأنتم في صحة وأحسن حال يا حبايب قلبي يا رب، اللهم آمين. وبجد أنا باتشكر كل حبايب قلبي وأخواتي اللي معايا في القناة. بجد شرفتوني ونورتوني، ووجودكم على راسي من فوق. وطبعا في حبايب قلبي كتير كده بقى لهم كام يوم مش ظاهرين في الكومنتات. طمنونا عليكم كده يا حبايب قلبي إن انتوا بخير، ويا رب دايما كده تبقوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن حال يا رب وراحة بال. اللهم آمين يا رب العالمين. ويا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. وبالله عليكم يا بنات، الناس اللي بتخش عشان خاطر توقع الفيديو، ترمي كومنت وتطلع تجري من الفيديو، لا، انا مش عايزه الكومنت ده ولا عايزاكي تدخلي الفيديو من اصلا. لان انت كده بتموتي معايا الفيديو، بتوقعي معايا الفيديو. يعني الفيديو لما بيجيب معايا متوسط مدة المشاهدة، انت كده بتموتي الفيديو، حرام عليكي. فيستحسن ان انت ما تدخليش اصلا، انا مش عايزه تعليقك ده، مش لازمني. فحرام عليكي ان انت تخشي عشان خاطر تموتي الفيديو كده وتوقعيه. ربنا يجازيك يا رب. بجد يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يبارك لي فيكم وفي صحتكم ويبارك لكم في أولادكم يا رب. ويا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. ويا رب كده يجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم يا حبايب قلبي. المهم كده يا حبايب قلبي، صحيت الصبح بدري بصراحة. احنا كده كنا الصبح كنت قبل الغدا. يعني انا ايه، اول ما جوزي كده اتكل على الله وراح المحل، والبنات عندي قاموا من النوم برضو، قعدتهم كده في الصالة عشان أنا محتاجة أنفض الأوض كده وأظبطها. طبعا أنا قبل ما أروح لماما كنت عاملة تنظيفات عميقة يعتبر في البيت كله. فقلت إيه، البلاط نضيف وكل حاجة نضيفة، هظبط بس كده السراير وهكنس الأرض، وطبعا أنا شلت الفرش شمسته. كان الجو حلو قوي قوي النهارده يا بنات، الشمس كانت قوية. طلعت البطاطين بتاعتي وطلعت السجاد بتاعي في الشمس. هانفّض بس وهافرش على كده، مش هامسح بصراحة. الدنيا مش محتاجة إنها تتمسح. قُلت بقى في التنضيفات الأسبوعية بتاعة الأوض لمّا آجي أغيّر المفارش وكده، أبقى أمسح بقى وأعمل اللي أنا عايزاه. إنما حاليًا بصراحة مش محتاجة أهدِّد حيل، الدنيا نضيفة. وعايزة أقول لكم كمان والله العظيم النهارده أنا شغّلت الغسالة. يعني أنا كمان أنا شغّلت الغسالة النهارده، بس ما رضيتش أصوّر معاكم، لإن طبعًا يعتبر من يومين أنا جايبة معاكم روتين غسيل. فمش عايزة حبايب قلبي وصحابي واخواتي كده يملّوا منّه ويزهقوا. وشكرًا لتفاعلكم على الفيديو بتاعي امبارح يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يبارك فيكم وفي صحتكم ويخليكم ليا يا رب، اللهم آمين. كانت أختنا يا بنات على القناة أم تغريد بتقول لي قولي لي إزاي أنظم يومي مع 3 أولاد، مع غسيل بالغسالة العادية، مع البيت. بصي يا حبيبة قلبي،
الغسيل ده بالذات حاجة مفروغ منها. ازاي؟ انا ما بحسش ان الغسيل ده تقيل عليا. ليه؟ انا ما بستناش اما يكون عندي كوم غسيل واغسله، الا لما اكون تعبانة او يكون في حاجة. تمام. بصوا بقى، الأوضة معايا بقت فل فل كده، شمعة منور. هنقفلها بقى كده ونطفي النور ونخش بقى على الغرفة التانية. الغسيل يعني مثلا انا غسلت النهارده، بفوت بكره، بعد بكره بغسل. فانتي مثلا ممكن كل يوم كده، بسم الله ما شاء الله، 3 اطفال يعني بيستهلكوا هدوم. انتي وجوزك ممكن مثلا تيجوا اليوم اللي انتي تقلعوا فيه وتغيروا فيه، تشيلي الهدوم كلها وتشغلي عليها الغسالة لو دورين بس. حتى لو هتحطي الغسالة فيها نصها مية، مش لازم تمليها ومش لازم تمليها مسحوق. هتخلصي منهم، هتبصي تلاقي نفسك الله انا خلصت بسرعه الهدوم، مع مثلا طبيخ، مع غسيل مواعين. وانت بقى بعد ما تنشري الهدوم بتاعتك في البلكونه، اما تيجي تلميها، مش تلميها وتدخلي تركنيها على السرير، لا. وانت واقفه كده في البلكونه، طبقي كده الغيارين بتاعتك في ثانيه وروحي حطيهم في الدولاب في مكانهم. مش ان انت تشيلي وتنكشي في الدولاب او ان انت تحطي على السراير. هتحسي ان الدنيا معاكي مكركبه، هتحسي ان الدنيا معاكي مش مظبوطه. تمام. لو عندك مثلا من عيالك طفل صغير او حاجه وبينام، استغلي الساعه اللي هو بينام فيها، عندك حبه مواعين في المطبخ قومي اعمليهم. مش عشان ابني نام انام انا جنبه، لا طبعا. اللي معاها طفل دي بتستغل الساعه اللي هو نايم فيها وتقوم تعمل فيها مصالحها. وانت معاكي 3 اطفال ربنا يخليهم لك، لو انت معاكي فيهم طفل صغير زياده عن اللزوم، مش لازم كل يوم تشيلي وتهدي في البيت. الحاجات الاساسيه اللي هي ايه، اقوم اعمل غدا، اغسل مواعين الغدا، إيه، امسك حته فوطه كده كل يوم بعد الغدا بعد العشاء، امسح البوتاجاز بتاعي. لو محتاج غسيل اغسله مثلا يوم في الاسبوع. مش كل يوم بقى اشيل مرتبه واعمل تنظيفات عميقه، لا طبعا. الظروف بتحكم يا حبيبه قلبي، انا ظروفي مش زي ظروفك، مش زي ظروف غيرك. فانت حاولي سستمي نفسك على قد اللي معاكي. روتين البيت مثلا، تعالي كل اسبوع اعملوا تنظيفه. ازاي؟ تعالي النهارده شيلي الملي ونضفي الملي بتاعتك وشيليها حطيها في الغساله، اغسليها في ساعتها. مش تحطيها في سبت الغسيل او في الغساله، لا. حطي حبه ميه بس على قد الملي بتاعت السراير. تمام. هتغسليها وتنشريها في ساعتها. خلصنا الاوض، هنعمل معاها مثلا الغدا وحبه الاطباق بتاعه الغدا. خلاص كده نيجي بقى تاني يوم، نعمل مثلا ايه الصاله. نشيل مثلا الفرشه لو بالنسبه لنا عادي ان احنا نشيلها، نمسح تحتها ونحطها تاني. مع برضو الغدا مع الغسيل مع الحاجات دي. مش لازم ان انت تمسكي البيت كله مره واحده تعمليه، لا. ربنا مش غصبنا على حاجة والله ان احنا لازم ان انت تقومي تعملي البيت كله، لا طبعا. يعني ربنا بيقولك ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اهم حاجة تاخدي بالك من اطفالك ومن اولادك. مش لازم ان انت شفتي جيهان بتعمل البيت كله مرة واحدة انت تعملي، لا. انت ممكن تجزئي نفسك، كل يوم تعملي حاجة. النهاردة مثلا غيرت فرش السراير، خلاص بقى انا استوب على كده واخش ايه اعمل الغدا واغسل حبة المواعين. بكره امسك مثلا السجاده بتاعت القعده او الريسبشن او الانتريه اللي انا بقعد فيه، واشيلها واظبطها وانفض الانتريه بتاعي واحطها. هتيجي اخر الاسبوع هتبصي تلاقي البيت كله معاكي نظيف، انما مش هتمسكي البيت كله مره واحده. وعايزه اقول لك على حاجه يا حبيبه قلبي، اللي عندها اطفال والله مهما تعملي ما بيبان على البيت نظافه. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم ويحفظهم، ويا رب كده يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. فما تحاوليش على قد ما تقدري ان انت تشيلي نفسك فوق طاقتها، ما تحاوليش على قد ما تقدري ان انت تحسسي نفسك ان انت المفروض ان انت تعملي حاجه وانت مقصره فيها. لا، انت مش مقصره، الظروف اللي قدامك هي اللي حاكمه عليكي بكده. تمام. حاولي على قد ما تقدري، هاتي فوطه كده وتعالي كل يوم مشي على بوتاجازك، مشي على تلاجتك من بره، مشي على تلاجتك من جوه، على الرخامات، على المطبخ بتاعك الخشب او الالمونتان. ما تحاوليش ان انت تسيبي حاجه لما تتسخ معاكي وتحاولي ان انت تتضايقي وتتخنقي، وفي نفس الوقت ما انتيش عارفه تعملي، ما انتيش عارفه تعملي تنظيفات عميقه عشان انت عندك اطفال، وفي الاخر هتاثري في حق نفسك وفي حق جوزك، لا طبعا. حاولي على قد ما تقدري مش تطلعي طاقتك كلها في البيت ومع الاولاد، على الاقل نص طاقه، والنص التاني خليه ليكي. تخشي مثلا تاخدي شاور، تعملي نفسك كوبايه نسكافيه، لازم تكافئي نفسك في اخر اليوم، لازم كافئي نفسك باي حاجه حلوه. إيه والله لو هتجيبي ب10 جنيه هريسه، كيس شيبس ب10 جنيه، إيه كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي بلبن، اي حاجه انت بتحبيها. وتقعدي كده مع نفسك قدام الشاشه على التليفون، تقعدي في بلكونه، تقعدي مثلا مع حد انت بتحبيه، تقعدي مع جوزك، تقعدي في وسط اولادك. مش طول النهار شغل، طول النهار مسح، طول النهار كنز. تيجي بالليل خلاص بقى انت فصلتي، طاقتك خلصت لحد هنا. وتصحي تاني يوم اللي انت عملتيه هتصحي تاني يوم تلاقيه كله كأنه ما اتعملش. فليه لا يا حبيبة قلبي، دي نصيحتي ليكي كده، ويا رب تعملي بيها، ويا رب تكوني كده تسمعي الفيديو النهاردة عشان كده
تشوفي ان انا رديت عليكي. ربنا يا رب كده يهدي لكم حالكم ويصلح حالك يا رب وحالنا، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم يا بنات، مش شرط بقى ان انتوا تيجوا تمسكوا تفريزات رمضان تجيبوا كل حاجه مع بعضها، لا. ممكن مثلا الاسبوع دوت تجيب 2 كيلو بسله معاكي، تمام. تفرزيهم وتحطهم في الفريزر. الاسبوع اللي بعده لو لقيتي الطماطم مثلا في شروه كده في الاخر تجيبي لك 5 كيلو طماطم. الاسبوع اللي بعده مثلا لقيتي حبه جزر حلوين، هاتيهم. مش لازم ان انت تمسكي مبلغ كامل مره واحده عشان تعملي تفريزات رمضان، لا طبعا. امكانيات كل واحد يا بنات هي اللي بتحكم. جوزك مش زي جوزي، بيتك مش زي بيتي. انا بصرف قد كده، انت بتصرفي قد كده، فكل واحد على حسب. بصوا بقى، الاوضه بقت فله فله فله. عايزه اقول لكم انا خرجت من الاوض، دخلت يا بنات حضرت الغدا. تمام، هنكمل بقى اللي انتوا هتشوفوه ده كان بعد الغدا. طبعا احنا اتغدينا وخلصنا غدا، وبعد كده بقى هخش على الصاله. الصاله بتاعت القعده. بس بقى بصوا معايا الاوضه بقت عامله ازاي. الاوضه بقت فله يا بنات كده، شمعه منوره. عايزه بقى لايكات كتير على الفيديو ده، وعايزه كومنتات اكتر. بصوا بقى احمد كده هيديكوا بوسه وهيعمل لكم باي باي. ربنا يا رب كده يبارك فيه. بصوا هو كده بيعمل لكم لايك. تمام. انا بقى خلصت الاوض ودخلت عملت غدا. طبعا انا غيرت هدومي ليه. احمد ربنا يهديه يا رب. دخلت الحمام اغسله، فتح الاكره بتاعت الدش، حماني انا وهو واحنا واقفين في الحمام. ربنا يهديه يا رب. اضطريت ان انا اقلع هدومي وقلعت هدومه كده. والعبايه دي برضو كانت محطوطه كده على الشماعه، كنت لابساها قبلها برضو. فقلت مش مشكله بقى ان انا اشكل الفيديو كده واغير لكم الهدوم. حبيت بس اقول لكم كده عشان مش تتوهوا مني وتتلخبطوا. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خلصت الاوض وطلعت كده حضرت الغدا و... وطبعا بصراحه لسه يعني انا كنت بعمل في الصلاه وكنت لسه ما عملتش المواعين. ليه ما عملتش المواعين؟ قلت اسيبها كده لما اكمل البيت واطفي الانوار واطلع الدبان بره، واخش بقى ايه على المطبخ بقى، لاني محتاجه بصراحه اعمل فيه شويه حاجات. تمام. زي ما بقول لكم ما بحبش يوم الخميس ارهق نفسي زياده عن اللزوم، والله يا بنات. لو ورايا بوتاجاز ورايا اي حاجه بحب اعملها من يوم الاربع. الصلاه بقى زي ما انتم شايفين كده، دي طبعا حال كل ام معاها اطفال، ربنا يا رب يبارك فيهم كده ويحفظهم. خلصنا الغدا وجوزي كده مشي برضو، جيت غدا ومشي اتكل على الله. والبنات كانوا قاعدين كده عند الركنه، ربنا يهديهم يا رب. مسكت بقى القعده كده نفضتها. طبعا القعده برضو يا بنات انا كنت غاسله السجاد وغاسله كل حاجه هنا وغاسله الحافظه. كلكم قلت لي يا جان الحافظه حلوه مش وحشه سيبيها عشان تحافظ لك على السجاده. طبعا رايكم على راسي يا حبايب قلبي. والله كلامكم ده بيفرح قلبي وبيسعدني. ربنا يا رب يسعد قلوبكم ويفرحكم كده ويديكم كل حاجه حلوه انتوا بتتمنوها. قبل ما اروح عند ماما انا كنت عامله الحيطان بتاعه الصاله والسجاد. كنت عامله حاجات كتير قوي. لو بقى حبايب قلبي ما شافوش الفيديوهات، بصوا بص كده في القناه يا حبايب قلبي، انا واثقه ومتاكده ان شاء الله انها هتعجبكم. انا عارفه طبعا ان انت هتخلصي الفيديو ده يا ست الكل وهتقومي كده تشوفي اي حاجه وراكي تعمليها. ده طبعا بفضل ربنا علينا والله، مش بفضل اي حد تاني. ان شاء الله باذن الله عايزه اجيب دفعه فراخ كده بلدي، نربيها كده مع بعض باذن الله. اعمل لكم فيديوهات قويه جدا جدا، وهنعمل شويه تغييرات حلوه قوي قوي يا بنات هتعجبكم. بصوا مش عايزه احرق لكم بقى انا هعمل لكم ايه. اهم حاجه بالله عليكم بالله عليكم ما تخرجوا من الفيديو كده غير وانتي ضاغطه اللايك الجميل من ايديك الجميله لاختك، عشان خاطر كده تدعميني وتحفزيني ان انا استمر كده معاكم. وانا باذن الله هستمر معاكم وهفضل معاكم دايما ان شاء الله. بس عايزه منكم شويه دعم كده يشجعوني ويحفزوني. يعني انا عايزه اقول لكم الفيديو ممكن يوصل ل 3000 مشاهده، 2000 مشاهده، ازاي حتى ما يوصلش ل 500 لايك يا بنات؟ يعني 3000 مشاهده، 2000 مشاهده، 2000 ونص، ازاي ما يوصلش حتى ل 500 لايك؟ انا شايفاكي اللي لسه ما حطيتيش لايك، اضغطي لايك يا حبيبه قلبي كده، والله يا بنات ما بيخسر حاجه. انت بس بتكبري بخاطر اختك كده، وبتخلي الفيديو بتاعي يقترح كده على ناس اكتر واكتر. طبعا هتقولي لي يا جهان انت ليه مش بتشفطي بالمكنسه؟ والله يا بنات انا ما بحبهاش، بحس ان هي بالنسبه لي غلبه ان انا اجيبها واطلع الفيشه واحط الفيشه وصوتها مزعج بصراحه. فانا بالنسبه لي المقشه العاديه دي اسهل بكتير، وبتهيألي ان انا بنضف بيها احسن من المكنسه الكهربائيه. هتقولي لي ازاي يا جهان؟ اقول لكم معرفش، انا بحبها، بحب اكنس بيها بصراحه. ما بحسش ان انا نضفت او كنست او روقت البيت غير وانا بكنس بالمقشه العاديه دي. قلت بقى هسيب كده الحافظه بتاعتي كده في الشتاء، عشان خاطر الجو برد يا بنات، منها تدفينا، ومنها مثلا لو السجادة اتوسخت او حاجة مش هقدر اغسلها في السقعة دي. فقلت ايه هسيبها كده، وحتى لما تتبهدل اشيلها اغسلها واحطها تاني باذن الله. باذن الله ان شاء الله على قبل العيد كده هشتري كفرات جديده للصاله. طبعا يا بنات انا عندي حافظ جديد بتاع الصاله بفرشه بس في الاعياد.
ان شاء الله باذن الله هطلعه بقى افرشه كده على العيد لو عشنا وربنا احيانا ان شاء الله يا بنات. بصوا بقى تفاتيف اكل ومناديل متقطعه وشيبسي واقع على الارض، يعني بصوا الدنيا كده، بصوا كلها على بعضها. همسك بقى كده الصلاه هكنسها والطرقه هكنسها. عايزه اقول لكم ان الركنه بتاعتي كانت نظيفه. انا دايما حتى لو الركنه فيها كركبه او حاجه دايما ايدي فيها اول باول. ليه؟ كده كده احنا ما بنقعدش فيها، وممكن مثلا استاذ بنتي يجي فجاه او حاجه، تبقى الدنيا رايقه كده، ما اكونش في نص هدومي. خلصت بقى كده الصاله، وهمسك بقى الطرقه كمان اكنسها. والمطبخ بصراحه ما كانش فيه حاجه غير المواعين، بس انا كنت محتاجه اعمل فيه شويه حاجات زي ما بقول لكم، فقلت ايه، اخلص البيت من بره والحق اسجل معاكم الفيديو، وبعد كده بقى ايه اخش اشوف انا هعمل ايه تاني. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. همسك بقى كده التراب ده كله وهكنس بقى الطرقه، وهلم ده كله. برده مش هكنس يا بنات، بصراحه انا مش هكنس. الدنيا معايا زي ما بقول لكم نضيفه وزي الفل. همسك بقى الكوتش ده هحطه كده في الجزامه، واحمد بقى هيجي عشان خاطر البسه الشوز بتاعه عشان ينزل بقى لنينته تحت. بيفضل طول النهار ينزل ويطلع ينزل ويطلع، ما بيريحش، ربنا يهديه يا رب. باخاف عليه لان كل ما بيمشي بيقع، كل ما بيمشي بيتخبط، فبصراحة باخاف عليه جدا. بس طبعا مش بقدر امنعه، لان طبعا الباب مفتوح على طول، بيقول لي النينه جده بيفضل بقى نازل طالع. ربنا يحميه يا رب ويحمي ولادكم كده، ويا رب كده كل اللي نفسه في طفل ربنا يبعت له الذريه الصالحه اللي يملي عينه منها كده ويجعلها سند صالح ليه يا رب، اللهم امين. هلبسه بقى كده الشوز بتاعه وهينزل تاني تحت، وهعبي بقى كده التراب اللي في الطرقه ده، وهرجع كده الكوتش مكانه. وهنجيب بقى السجاده بتاعتنا. طبعا انا عايزه اقول لكم السجاد يا بنات لما بيتشمس بيبقى ريحته خطيره، وبتحسي كده بجد زي ما يكون انت غسلتي السجاد بتاعك، والله بجد يا بنات. فالشمسه دي نعمه من عند ربنا، ولما يكون عندك سطوح كده بجد نعمه 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 والله. بصوا كده على الفيديو اللي فات يا بنات لو انتم مش شفتوه، ازاي تستغلي سطوح بيتك، وقايله لكم فيه عن كل حاجه تخص التربيه، عن كل حاجة تخص الفراخ البيضة البط، أي حاجة انتوا تحبوها هتلاقوها في الفيديو ده بإذن الله تخص التربية. طبعا أنا تحت أمركم، ناس كتير كانت طلبته مني الفيديو ده، وطبعا أنا عملته لكم عشان خاطر حبايبي كده اللي نفسهم يربوا. ولو انت عايزة تربي يا بنات قبل رمضان يا دوبك كده ان انتوا تربوا، لأن الفراخ البيضة عمالة بتزيد، يعني أسبوع أو أسبوعين كمان الفرخ ممكن يوصل ل50 جنيه، فانت لما تجيبي من دلوقتي كده أحسن. خلصت بقى كده يا بنات، والبيت بقى معايا زي الفل. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. ولو عجبكم بقى اوعوا تنسوني باللايك الجميل من ايدكم الجميله، وكومنت كده قمر زيكم يحفزني كده ويشجعني ويخليني كده اعمل لكم فيديوهات اقوى واقوى باذن الله. حبايب قلبي بحبكم في الله، ربنا يا رب يدومكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا. ودلوقتي بقى اقدر اقول لكم اسيبكم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. يلا يا حبايب قلبي مع الف سلامه.